بسم الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد رسول الله. اليوم عندنا وصفة جديدة، فيلي دروجي. يعني الروجي نقلعوله العظم تاعو ونديروه في الفرن يطيب، يعني للناس اللي ما تحبش القليان بزاف. بسم الله نبداو. يعني كما وريت لكم في الفيديو السابق كيفاش نقو يعني الروجي تاعنا، الان نجو نفيلوه، يعني نقلعوله العظم تاعو، نقصو كامل هذوك الاطراف تاع الشوك اللي فيه بالمقص. بعدها يعني نجيب سكين يعني في وسط ظهر الحبة، يعني ونقعدو يعني نفيلو فيها غير بالعقل، يعني غير بالعقل حتى تنقلع عنا يعني هذيك الطبقة الأولى على العظم كما راكم تشوفوا، يعني غير بالعقل. ومن الأحسن يعني يكون عندك سكين يعني شوية يعني مسني، يعني قاطع، باش الحبة تاع الروجي تاعك ما تفسدش، الخضر كما تعرفوا يعني الروجي شوية يعني رهيف كما راكم تشوفوا، يعني غير بالعقل نساعفها. ونقطع جهة الرأس ونكمل حتى الأسفل السمكة تاعنا كما راكم تشوفوا. نتحصل على الفيلي تاعنا ونرجع يعني الفيلي الزوج يعني ثاني بنفس الطريقة، يعني نسعفوها غير بالعقل باش الفيلي تاعنا ما تفسدناش كما راكم تشوفوا، يعني نسعفوها حتى نقلعوا هذاك الشوك ونتحصل على الفيلي تاعنا، يعني يكون هكاك شباب، يعني ما يفسدناش الفيلي تاعنا كما راكم تشوفوا غير بالعقل حتى نفيليها كامل. ونقطع يعني الرأس، وهذا العظام يعني والرؤوس يعني ما ترموهمش، يعني ومن بعد رايحين نديروا بيهم سوب دو بواسون، يعني هذه الزوائد تاع السمك تاعكم يعني ما ترموهمش، تنجموا ديروا بيهم يعني حساء السمك كما راكم تشوفوا. نقطع من الرأس ونتحصل على الفيلي تاعنا. هذو هما لي فيلي تاع الروجي اللي تحصلنا عليهم، يعني يخرجوا شابين يعني ونظاف. لازم يعني تساعفي السمكة تاعك. بعدها نجو دروك لطريقة التحضير. تجيبي صينية تدخل للفرن، فرشي لها بابي كويسون، يعني يليق بابي كويسون باش يعني السمك يحافظ على الشكل تاعو. كما قلت لكم يعني الروجي يعني رهيف، لازم بابي كويسون باش يحافظ على الشكل تاعو ما يلصق لكمش. ندير له شويه رشه ملح، شويه بابريكا هكا يعني، وزوج مغارف زيت ولا مغرف زيت هكا. ندخل هذاك الملح فيهم ونديروهم في الفور يعني حتى يدو هذيك التحميره. وللتزيين نحتاج طماطم تكون صغيره، واللي عندها سوريز دير هذيك الطماطم سوريز صغيره يعني كتزيين، وكاين اللي يبغي يعني ياكلها. نقصو كما راكم تشوفوا على 4 شرائط ونقلعو يعني غير الجلفه، يعني غير الجلفه الفوقانيه يعني كتزيين، يعني نساعفها غير بالعقل كما راكم تشوفوا. يعني نقلع هذوك الجوانب ال4 شغل نتحسر يعني على زهرة، على زهرة للتزيين. بعدها نديرها في بابي كويسون، بعدها في ورق الالومنيوم وندخلوها في الفور يعني تتحمر مع الروجي تاعنا كما راكم تشوفوا، يعني كتزيين فقط. يعني دايما نستعمل ورق الطبخ اولا ثم ورق الالومنيوم، كما تعرفوا يعني ورق الالومنيوم غير صحي، لازم تديروا ورق الطبخ. بعدها يعني نرافقها يعني بطاطا
زرودية يعني أي خضر يبغوها أفراد العائلة تاعك، تفوريهم ولا تقليهم. تفوريهم يعني، ومن بعد تعاودي تصوطيهم في شوية زبدة، شوية ملح، شوية فلفل، شوية معدنوس، شوية ثوم. واللي تبغي يعني تقليهم. انا هنايا قليت 2 حبات زروديه، حبه بطاطا. كي قليتهم درت لهم رشه معدنوس للتزيين فقط يعني، وانتي واش متوفر عندك في الدار. والرايه يعني درت لها نفس الطريقه يعني كيما الروجي درتها ثاني في الفوخ. وكيما راكم تشوفوا حبيباتي صحن التقديم يعني نعطيكم افكار يعني، وكل وحده والذوق تاعها. يعني درت الروجي كيما راكم تشوفوا وحده حذا وحده، يعني وحده فوق وحده، وحده فوق وحده. وهذيك الخضر اللي كنا قليناها درتها في الجانب، ومنا زينت بالطماطم والليمون وشوية موتارد. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم حبيباتي. ما تنسونيش جيم، كومنتير، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.